ازيكم، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده انا هتكلم ان انا ازاي اعمل تمبلت للاف ال ستوديو بحيث ان هي تخلي الموضوع بالنسبه لي يبقى ابسط شويه وتاثر عليا وقت من الشغل، وكمان بتخليني اكون منظم اكتر وانا شغال. ولو هعمل ميكس برضو يبقى الموضوع ابسط بالنسبه لي شويه. فهي فكرتها دلوقتي ان انا بكون مقسم الارينجمنت دي ورابطها اوتوماتيك بالميكسر، بحيث ان انا اي صوت انزله ينزل اوتوماتيك على طول في الميكسر. يعني مثلا دي الكيك، اي حاجه احطها تنزل على طول اوتوماتيك في الميكسر. فانا مختار العدد ده للايقاعات، يعني من اول هنا كده لحد هنا. انا بقسم الموضوع بشكل باص يعني. وبختار مثلا من اول هنا كده لحد تحت خالص، لحد هنا كده 59. بختار ده بتاع الميوزك، ودي عاملها اضافيه عشان لو في حاجه زادت بضيفها في الحته دي. واخد كل الباصات دي ورماها هنا في الاول ميكس باص دي. اول هنا بقى الحركه دي بتكون اختياريه او بتختلف من شخص للتاني، فممكن ابقى اتكلم عنها في فيديو تاني. طيب، ممكن نبدا بقى بروجكت من الاول خالص بحيث ان احنا نقدر ان احنا نقول الحركه دي ازاي ان هي اتعملت يعني. ده كده بيكون شكل البرنامج اول ما بيتفتح الطبيعي بتاعه. فانا بحب اسيب اول 4 دول فاضيين، وممكن اختار مثلا من اول 5 سلكت كده كل دول لحد مثلا 35. بعد كده بدوس كليك يمين، بعد كده بختار تراك مود، بعد كده بختار اوديو تراك، بروح على 5 بدوس عليه اوتوماتيك كده نزل كل التراكات. كمان بضيف تراك ده عشان خاطر اعمله هو الباص بتاع الدرامز يعني. وبرده انا بحب ان انا اخلي الموضوع يبقى فيه الوان بحيث ان انا عيني تبقى مرتاحه اكتر وانا شغال وتسهل عليا شويه الموضوع يعني. فده بيكون الشكل. هدوس بقى كنترول شيفت وابتدي اعمل سيلكت لكل دول. بعد كده هدوس كنترول وبعد كده ادوس على السهم ده كده. خلاص كل دول كده اتربطوا بالتراك ده. وممكن ادي ده لون تاني بحيث ان انا افهم ان ده كده الباص، عليه باص مثلا او درام باص. طيب، ممكن بقى اضيف تاني واربط الدرام باس برضو بالمكان بتاعه عشان خاطر كل حاجه تبقى في مكانها. وبعد كده مثلا ممكن من اول 37 ممكن مثلا لحد هنا كده ده اخلي كل ده مثلا للمزيكا. بقوم جاي عامل نفس الحركه بالظبط، تراك مود بعد كده اوديو تراك، بعد كده ببدا من اول 37 ونفس الحركه بالظبط. هرجع برضو اختار الوان واضيف واحده واربط كل دول كنترول شيفت. بعد كده بقوم جاي دايس كنترول وبدوس السهم ده فاتربطت خلاص. السهم دي ميوزك باس، وبرضو هربطها من هنا. وبعد كده ممكن اخلي دول للفوكال، او لو في كورال او في حاجات كتيره هتتحط في جزء تاني او يبقوا اضافيين معايا برضو. كده خلاص انا نظمت الموضوع وبقى متربط ببعضه. مثلا لو وقفت على اي حاجه عشوائيه الاقي كل حاجه بتنزل في مكانها. طيب، انا في النهايه بقوم جاي واخد الباصات دي كلها ورابطها على تراك وكاتب عليه اول. الموضوع ده بقى بيكون بيختلف من شخص للتاني، كل واحد عايز ان هو يطلع الموضوع شكله عامل ازاي. بس دي الفكره الاساسيه بتاعت الموضوع يعني. بس ودي كده بتكون شكل التمبلت في الشكل الفاينل بتاعها. ويا رب يكون عجبكم الفيديو وشكرا ليكم.